هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 6 مايو. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسر إذاعة إرنا أن تتقدم للمسلمين في إريتريا وفي سائر أرجاء المعمورة بأن يتقبل الله صيامهم وقيامهم، وأن يجعل الشهر المبارك الشهر خير وبركات ويمن على المسلمين والمسلمات في العالم. وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجنا لهذا اليوم. نقدم لكم ابتداء مستمعي ومستمعات الأفاضل نشرة للأخبار، وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نقدم لكم اللقاء الذي أجريناه مع السيد محمد علي شعب نائب رئيس القيادة المركزية بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، والذي عقد مؤتمره مؤخرا في السويد. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. وفد إريتري رفيع المستوى يزور الصين. مشروع مصري لتوليد الطاقة الكهربائية في إريتريا. المجلس العسكري السوداني يدرس مقترح قوى الحرية والتغيير. رئيس الوزراء الإثيوبي يحصل على جائزة اليونسكو للسلام. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت وكالة الأنباء الصينية بأن وفدا إريتريا رفيعا برئاسة وزير الخارجية السيد عثمان صالح سوف يزور العاصمة الصينية بكين في الفترة من 5 وحتى 10 من الشهر الجاري. وقالت الوكالة بأن الوفد سوف يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار وبحث التعاون في مجالات أخرى. وتعتبر الصين من أكبر المستثمرين في إريتريا في مجالات التعدين بشكل خاص. وكانت الصين قد استضافت مؤخرا مؤتمرا لبحث قضايا القرن الأفريقي شارك فيه رئيس الجيبوتي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة طريق الحرير. وتتجه الصين للاستثمار في كل القطاعات في الدول الأفريقية بشكل خاص، وتتهم بأنها تتعامل بشروط مجحفة تعتمد على إغراق الدول الأفريقية بالديون من ثم إجبارها على القبول بالإملاءات الصينية. أفادت وسائل الإعلام بأن المشروع المصري الذي تنفذه المؤسسة العربية لتطوير الصناعات، والذي سيولد 4 ميجاوات من الكهرباء في إريتريا، سينتهي العمل فيه بحلول شهر أكتوبر المقبل. ويأتي المشروع المصري ضمن التوجه المصري لمساعدات دول حوض النيل في توفير الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن يقوم المشروع المصري بحل أزمة الطاقة الكهربائية في بعض المدن الإريترية، والتي تشهد انقطاعات مستمرة للكهرباء بما في ذلك العاصمة ومدن أخرى. قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان بأن المجلس استلم مقترح قوى الحرية والتغيير، والذي يعرف باسم الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية. وكانت قوى الحرية والتغيير، والتي تضم اتحاد المهنيين السودانيين، قد قدمت هذا المقترح، والذي يعلق العمل بدستور سنة 2005 ويؤسس لمجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكر، إضافة إلى تكوين حكومة مدنية تخضع لمساءلة مجلس تشريعي انتقالي يتكون من 120 إلى 150 عضوا، وأن تكون مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات. وقال المجلس بأنه يعكف على دراسة المقترح. من ناحية أخرى، منح الاتحاد الأفريقي في الأول من الشهر الجاري مهلة 60 يوما للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في الخرطوم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بأن رئيس وزراء إثيوبيا حصل على جائزة فليكس هوافي بوانيه للسلام لهذا العام. وهذه الجائزة التي أقرتها منظمة اليونسكو في سنة 1989 باسم رئيس ساحل العاج السابق فيليكس هوافي بوانيه، والمولود في عام 1905 والمتوفى في سنة 1993، هي الجائزة التي تمنح للأفراد والمؤسسات التي تعمل من أجل السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبرنامج اليونسكو. وقالت المنظمة بأن رئيس الوزراء الإثيوبي حصل عليها لعمله الدؤوب من أجل السلام داخل بلاده، حيث دعا إلى وقف الحروب والصراعات واعتماد الحوار لإدارة البلاد. وأطلق سراح السجناء السياسيين
وقام كذلك بخطوة كبيرة في تحقيق السلام بين إريتريا وإثيوبيا بعد حالة حرب استمرت 20 عاما. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفد إريتري رفيع المستوى يزور الصين. مشروع مصري لتوليد الطاقة الكهربائية في إريتريا. المجلس العسكري السوداني يدرس مقترح قوى الحرية والتغيير. رئيس الوزراء الإثيوبي يحصل على جائزة اليونسكو للسلام. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونقدم لكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج الجزء الأول من اللقاء الذي أجريناه مع الأستاذ محمد علي شعب، نائب رئيس القيادة المركزية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. فأهلا ومرحبا بكم إلى مضابط الحوار. هذه إذاعة إيرينا. في حلقتكم لهذا اليوم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستضيف الأستاذ محمد علي شعب، وهو عضو القيادة المركزية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، ونناقش معه مخرجات المؤتمر الثاني للمجلس والذي عقد مؤخرا في ستوكهولم. أستاذ محمد علي، أهلا ومرحبا بك في استوديوهات إيرينا الرئيسية من باريس. أولا السلام عليكم، وطبعا لأول مرة أزور باريس وأرينا في مقرها، وكما عجبت بهذا الموقع التاريخي الذي يعني يعبر عن مشاكلنا وقضايانا وينقلها إلى كل المستمعين والمهتمين بقضايا الوطن في إريتريا وفي أي مكان يعني. فأهلا ومرحبا بك أستاذ فتحي، فيعني يشرفني ويسعدني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء يعني إن شاء الله، وأكون سعيد وأعبر فيه عما تريدونه ويريده شعبنا إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ العزيز. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. الأستاذ محمد علي شعب كما ذكرت في مقدمتي هو عضو القيادة المركزية، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وتم انتخابه أخيرا. أستاذ محمد علي شعب، نبدأ معك بسؤالنا. بين المؤتمر الأول في أواسع عام 2011 ومؤتمر ستوكهولم الثاني في 2019 حوالي 8 سنوات، ما هي العوائق التي حالت دون انعقاد المؤتمر بصورة عملية؟ مع أن السؤال نحن تجاوزناه، ولكن سؤال شيء طبيعي. بين الفترة 8 أعوام هي طويلة جدا، ولكن التجربة بحد ذاتها في إطار المجلس الوطني كانت تجربة جديدة، هي تجربة يعني تلاقح الأفكار، عناصر متباعدة، تنظيمات ما التقت يوم فالتقت في إطار المجلس الوطني، فخلافاتها كانت كبيرة جدا وعميقة جدا، وبالحكمة وبالأداء الجيد قدرنا نصل إلى هذه المحطة التي وصلنا إليها في المؤتمر. مع أوقات كانت كبيرة وصعوبات كانت صعبة، ولكن بالإرادة وبالإخلاص العمل قدرنا أن نتجاوز هذه المرحلة. ده اللي بقوله بشكل مختصر يعني. جيد. الانطباع العام والفكرة العامة عن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي أنه هو المظلة الجامعة، وأنه هو النواة بتاعة الحكومة الإريترية المقبلة في حالة تغيير. لاحظنا الآن أنه هذا المفهوم بدأ يختفي ويأخذ مفهوم آخر محله، اللي هو أنه المجلس الوطني حزب من الأحزاب أو تجمع من التجمعات التابعة للمعارضة الإريترية، ولا يمثل يعني كل ألوان الطيف السياسي الإريتري، يعني أن هناك انفتاح واعتباره ليس الممثل الشرعي والوحيد لكل المعارضة الإريترية. فهذا التطور يمكن أن تحكي لنا ملابسات هذا التغير في الموقف السياسي للمجلس؟ طبعا هذه التجربة قيمناها، وقبل كده أنا في لقائي مع أرينا تكلمت فيها بشكل واضح وصريح إنه نحن حنقيم تجربتنا يعني حنقيمها بشكل إيجابي،
ونحن ليس أو المجلس الوطني هو جزء من المعارضة. يوم الليلة يعني ظهرت معارضات كثيرة وتنظيمات كثيرة، فنحن جزء منها يعني في إطار المجلس الوطني. والمجلس الوطني في المؤتمر الأخير ناقش كل هذه القضايا بسلبياتها وإيجابياتها. فمن الإيجابي أنه قلنا نحن نمشي على حسب وضعنا الطبيعي. وضعنا الطبيعي أنه نحن كتلة انجمعنا وجمعتنا يعني مبادئ وأهداف، ما نمثل الاتجاهات الثانية، فدعينا الباب مفتوح لكل الناس عشان نناقش معهم ونبلور معهم الأفكار. كان مطروح بشكل أساسي في أواسا، الآن نوعا ما الناس عقلت وتطورت وفهمت التجربة كان بحاجة إلى تركيز، والآن نوع من الماء يعني نوعا ما قاعد نركز بشكل أساسي عشان لا نأخذ عبء أكبر من العبء اللي علينا. فده الوزن بتاعنا هو، ولكن نحن منفتحين على كل الاتجاهات، حنناقش معهم بحيث أن الأمور تكون سلسة ونطور أدائنا الديمقراطي وأدائنا النداري، وبحيث أن نحن نقوي وحدتنا الداخلية، وكمان يعني نعطي فرصة للناس التانيين بشكل جديد أن يعبروا عن آرائهم، عن طروحاتهم، عن أفكارهم، عن برامجهم. فيعتبر ده تطور شيء إيجابي هو، فلمسناه من خلال مناقشاتنا والورش اللي عملناها، اللي كانت الملتقيات اللي عملناها مع جماهيرنا، مع شعبنا، مع حتى في داخل المؤتمر كانت في مناقشات موجودة بشكل. فده الاتجاه المشينا له. فنحن نرحب بكل الاتجاهات وبكل القوى الوطنية عشان تشاركنا هذه التجربة، وتجربة حية نعتبرها، وندعو أن كل الناس نلتقي مع بعض ونناقش مع بعض. يعني ده الاتجاه الماشي، وده رأينا هو أستاذ فتحي. هذه إذاعة إرنا. ممتاز، شكرا على الإيضاح. هناك نقطة مهمة وهي ممكن نقطة محل تساؤل: التمثيل الفئوي داخل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. أولا يعني يلاحظ أو هناك انتقادات للمجلس الوطني أنه في غياب للمرأة والشباب. الأعمار العامة للمشاركين حتى في المؤتمر تعتبر كبيرة نسبيا، مع الدور المفروض تأخذه المرأة والشباب، خاصة مع التحولات التي يشهدها العالم والتي يقودها الشباب الآن في دول الجزائر والسودان وكذا. فالسؤال يظل هو أين المشاركة الفئوية لقطاع الشباب، قطاع المرأة، منظمات المجتمع المدني؟ تقييمكم لهذه المشاركة كيف فيما مضى، وكيف حتكون مستقبلا حتى داخل المجلس؟ المشاركة كانت موجودة، يعني المشاركة من جانب المرأة كانت موجودة، من جانب الشباب كانوا موجودين، بس يعني نحن ما نقدر نقول أنه هذه الفئة العمرية. لا أعتقد أنه كل القيادة الآن الموجودة ما عندها أي قيادة شبابية هي، والناس اللي جات فيهم بعد الكبار السن، لكن هؤلاء الناس جو عشان نستفيد من خبراتهم، لأنه ما معقول أنه أنت شخص تجيبه ما عنده خبرة ما عنده تجربة لما تسلمه زمام الأمر. فلا بد أن يكون في هناك عامل بتاع التلاقح بين الماضي والحاضر يعني. ففي شباب موجودين، في المرأة موجودة، في كل الفئات الموجودة في القيادة دي موجودين. يعني أنا ما في اعتقادي أنه المجلس الوطني شارك بالإمكانيات الذاتية اللي عنده من خلال المجتمعات أو الدعوة اللي كانت موجودة والمشاركة اللي كانت موجودة. فقدرنا أنا شخصيا قد لا نرضي كل الناس الموجودين، ولكن الفئة اللي شاركت موجودة في القيادة وحتشارك، والباب مفتوح. ونحن باب القيادة وباب ما نعتبره هو نحن بنركز في الكواليتي في البرنامج اللي حينفذ، لابد أن يكون بشكل جيد وعملي يستوعب كل الناس الموجودة. والشباب الآن حنبدأ النشاط موجود وحنشارك، ونحن على استعداد كامل لمشاركة كل الفئات، سواء العمال أو المرأة أو حاجات كثيرة موجودة متطلبة مننا، ونود أن ننفذها إذا سمحت لنا الظروف. يعني ده اللي بقوله يعني.
الظروف يعني بقصدها أنه حيكون في حوارات مع التنظيمات الثانية، مع الشباب، مع حتى الناس المنتقدين، نرحب بانتقاداتهم، لكن الانتقادات هذه لابد أن تكون إيجابية بحيث تطور العمل وليس هدامة بمثل ما قاعد يكتب وما قاعد يقرأ. فهذه الأساليب لابد أن تتطور، لابد الناس أن تشوف برامجنا، اقتراحاتنا، قضايانا اللي قاعد نطرحها، ما تناقش في شخص معين، ولا تناقش برامجنا، تناقش أهدافنا بالضبط اللي نحن نبي نعملها. وشيء طبيعي، والانتقاد شيء أساسي، واللي ما نحن نقبل الانتقاد، ولكن الانتقاد الإيجابي وليس الانتقاد الهدام يعني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ننتقل بسؤال خطوة أخرى. المجلس الوطني هل مرتبط بالداخل الإريتري أم أن هناك في حالة انفصال؟ يعني الآن أغلبية المكونات السياسية الإريترية في الخارج ربما لا ترتبط بالداخل بشكل أساسي. للداخل هموم، وللداخل مشاكل، وللداخل طموحات، وللداخل رغبات. أين كل هذه الأشياء من برنامج عمل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التطورات التي تشهدها إريتريا في علاقاتها مع إثيوبيا، في علاقاتها بدول الجوار والأحلاف التي تشهدها المنطقة؟ أين الداخل ضمن مقررات وبرامج عمل المجلس في الفترة المقبلة؟ الشيء اللي نحن كل هدفنا هو الأساس، إنه كيف نحن نقدر نوصل رسالتنا للداخل، ومهمتنا إنه كل هذه النشاطات، كل هذه التطورات الموجودة لابد أن تنعكس داخليا يعني. فرسالتنا واضحة، هي لشعبنا، وندالاتنا لشعبنا هو اللي موجود في الداخل. فلا بد أن تصلوا علاقاتنا موجودة، ما بقول لك ما بنكر لك، علاقاتنا قد تكون موجودة بداخل إريتريا لكن بنسب متفاوتة، والشيء ده طبعا ملتزمة به القوى السياسية، وقد يكون عندها أنشطة، قد يكون عندها خلايا، لكن يعني في كل الهم الأساسي إنه نحن كيف نقدر نربط نشاطنا يعني. بالنسبة للسودان طبعا وجهنا لهم رسالة تضامن مع الشعب السوداني، وكمان في نفس الوقت أكدنا على علاقاتنا مع إثيوبيا، العلاقة اللي نحترف فيها بعد، العلاقة اللي تحترم السيادة الإريترية، العلاقات الإريترية. ما أنكرنا أنه وجهنا رسالة للإثيوبيين، وخلال بياننا الختامي وضحنا أنه ما حددنا نوعية العلاقة، ولكن شكرناهم على وقوفهم مع المعارضة، ويعني ووجهنا لهم أنه يكونوا محايدين، وفي نفس الوقت ينظروا إلى قضايا الإريتريا بعين الاعتبار. وأكدنا أن هذه الاتفاقات اللي تمت بين إثيوبيا ونظام الحاكم في إريتريا قد لا يكون لها الشرعية الكاملة في حال أنه المعارضة استطاعت تسقط هذا النظام يعني. فالصائنة كانت واضحة وما فيها أي لبس يعني. وأخواننا في السودان كمان نحن بنأيد هذا الشيء، وحنعمل، وحيكون في علاقات موجودة، وحيكون في اتصال موجودة مع الحكومة اللي في السودان ومع شعبنا اللي في السودان. وكل أساس العمل هو يرجع للداخل أستاذ فتحي وليس للخارج يعني. في الخارج ما تقدر، لكن هذا ما نتمناه، ونحن متمنين أنه يكون في يعني نوع من المتابعة لعلاقاتنا بالداخل أو بشعبنا في الداخل موجودة، حتكون موجودة يعني، وهي من ضمن أولوياتنا، وحنعمل لتطويرها يعني. ده اللي بقوله. وليس بالسودان، بالشرق الأوسط بصفة عامة، بالحكومات في الشرق الأوسط، بالدول المحيطة بإريتريا كلها حيكون لنا اتصالات معها، وحنبدأ دي البرامج المطروحة، ومن الأشياء طبيعية، وده عملنا هو يعني، ودي مهامنا هو، فحنهتم به، وده القضاء اللي بقوله يعني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى اللقاء الذي نجريه في إذاعة إرينا مع السيد محمد علي الشعب، نائب رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. ابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. عودة مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى اللقاء الذي نجريه مع الأستاذ محمد علي الشعب، نائب رئيس القيادة المركزية بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. أستاذ محمد علي، مشاركة المكونات التي أسست التجمع الوطني الديمقراطي في عام 2011 و2019
هناك من خرج وهناك من دخل، يعني هل كيف تقيمون المشاركة على مستوى الأحزاب أولا؟ وثانيا يعني هناك من ضمن الانتقادات التي وجهت يعني للمؤتمر في دورته الأخيرة غياب الأسماء الإريترية الكبيرة، يعني لم توجه دعوات لأسماء إريترية كبيرة من كتاب أو مثلا صحفيين أو سياسيين للمشاركة بصورة مستغلة في هذا المؤتمر، يعني دبلوماسيين سابقين، بعض القيادات الإدارية لم تكن حاضرة يعني، وهي كان ممكن تسهم في إثراء مثلا بعض أوجه هذا من ضمن الملاحظات يعني. فما هو ردكم وما هي يعني تقييمكم للمشاركة العامة؟ السؤال شقين، والشق الأول يتعلق بأنه التنظيمات السياسية اللي شاركت في المؤتمر السابق، ما بعرف المعلومة دي. كل هذه التنظيمات شاركت ما عدا تنظيمات موجودة واعترضت هذه التنظيمات من خلال اللقاءات اللي تعتبر مجموعة الأربعة ومجموعة الخمسة. فهذه المجموعة حددت اتجاهها السياسي وقالت نحن ما حيكون لنا أسباب التعطيل في عقد المؤتمر. جزء من الإشكالية اللي كانوا موجودين فيها طرحهم للقضايا والتعكير الجو الصف الوطني، فهؤلاء الناس خرجوا والباب الآن مفتوح لهم، يعني الباب كمان ما مسكر إنه حيناقشوا وحيدخلوا من أحد الحوارات. إذن القوى السياسية اللي شاركت في تأسيس المجلس الوطني موجودة وحية وشاركت وموجودة، يعني الأسماء اللي أسست واللي دخلت موجودة وقاعدة، ما عدا المجموعة اللي قاعد أقول لك عليهم وديل كمان نحن ما لا زالت الأبواب مفتوحة وحناقش معهم، لأنه من مبدأنا هو عدم الإقصاء ولا نؤمن بالإقصاء يعني. فالباب مفتوح وحناقشهم، والخلافات كانت هي خلافات سياسية قد نختلف فيها، هي كانت عميقة وأخرت عمل المجلس الوطني، والآن تجاوزنا هذه المرحلة ودخلنا في مرحلة جديدة اللي هي ما بعد المؤتمر الثاني. هو يعني بالنسبة لعدم مشاركة القوى السياسية أو الدبلوماسية، أول هذا المؤتمر كان هو مؤتمر استثنائي استمر زهاء 8 أعوام يعني. فالوضع اللي انطلق أو انعقد فيه المؤتمر، زمان كان عندنا علاقات مع اثيوبيا، حتى قوة التحرك يعني أو التأشيرات أو الحاجات هذه كانت سهلة جدا. الآن هو في دولة أوروبية، فيعني بإمكاننا أو كنا نتمنى أن هذه كل العناصر وشعبنا سواء الدبلوماسيين أو غير الدبلوماسيين أن يشاركونا ويعني يكونوا معنا في نفس الموقع، ولكن كانوا معنا من خلال برقياتهم، من خلال توصياتهم، من خلال يعني رسائلهم اللي كانت موجودة. كانوا مشاركين سواء الدينيين منهم أو الشخصيات الدينية أو الشخصيات السياسية الإريترية المعروفة. إذن هذا المؤتمر كان في إجماع بصفة عامة، أنا لا أكذب ولا أقول شيء، لكن كل الناس دي شاركت وتابعت، ولكن عملية انعقاد المؤتمر والمكان اختلف الزمان والمكان وظروف اللي كان زمان والآن مختلفة نوعا ما، ولكن الناس دي شاركت بشكل أو بآخر يعني. وجهت الدعوات لكل المنظمات المدنية، لكن لعوامل كثيرة الناس كثيرة ما قدرت، وده الناتج من أنه مقر المؤتمر ما فيه تأشيرات كثيرة، ما فيه تسهيلات كثيرة، ولكن قدرنا من خلال رسائلهم، من خلال توجيهاتهم، من خلال الرسائل التوجيهية والتأييدية اللي جاتنا، فكان أنا بعتبره مشاركة كانت جميلة منهم، شيء إيجابي جدا يعني. فالشعب كله كان مشارك، سواء كل الاتجاهات كانت موجودة ومشاركة، ما عدا المجموعة اللي قاعد أقول لك لها القوى السياسية بالتحديد. هذا الواقع وهذا الشيء جميل جدا. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى الجزء الأول من اللقاء الذي أجريناه مع السيد محمد علي شعيب، نائب رئيس القيادة المركزية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم تذكيرا بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. وفد إريتري رفيع المستوى يزور الصين.
ذكرت وكالة الأنباء الصينية بأن وفدا إريتريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيد عثمان صالح سوف يزور العاصمة الصينية بكين في الفترة من 5 وحتى 10 من الشهر الجاري. مشروع مصري لتوليد الطاقة الكهربائية في إريتريا. أفادت وسائل الإعلام بأن المشروع المصري الذي تنفذه المؤسسة العربية لتطوير الصناعات والذي سيولد 4 ميجاوات من الكهرباء في إريتريا سينتهي العمل فيه بحلول شهر أكتوبر المقبل. المجلس العسكري السوداني يدرس مقترح قوى الحرية والتغيير. قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان بأن المجلس استلم مقترح قوى الحرية والتغيير والذي يعرف باسم الإعلان الدستوري. وكانت قوى الحرية والتغيير والتي تضم اتحاد المهنيين السودانيين قد قدمت هذا المقترح والذي سوف يعلق العمل بدستور سنة 2005. رئيس الوزراء الإثيوبي يحصل على جائزة اليونسكو للسلام. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بأن رئيس وزراء إثيوبيا حصل على جائزة فيليكس وافي بوانيه للسلام لهذا العام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أذكركم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.